هنبدأ فيلمنا مع إيرين وهو بيجهز حاجته علشان هيروح يعمل كامب في الصحراء، وبينزل من البيت وبيتحرك بعربيته، وبيكون اليوم ده موافق يوم 25، وبيكون معاه كاميرا بيصور بيها كل حتة بيروحها، وبيقول إنه في طريقه لوادي الأماكن الضيقة، وبيوصل للمكان اللي هيخيم فيه في الصحراء، وبينام في عربيته. ولما بيصحى تاني يوم بيكون في كامل نشاطه وحماسه، وبينزل عجلته وبيبدأ إنه يلف بيها في الصحراء، وبيسجل إن الكتب بتقول إنه هيستغرق 4 ساعات لحد ما يوصل لحدود بلو جون، بس هو بيكون عاوز يوصل في 5 دقايق. وبيبدأ إنه يسوق عجلته بسرعة رهيبة، بس بيقع والكاميرا بتصوره وهو واقع، بس بيكمل طريقه لحد ما بيوصل لحتة قريبة من حدود بلو جون، وبيقابل بنتين تايهين في الطريق واللي هم ميجان وكريستي، وبيكونوا عاوزين يروحوا القبة. فبيعرض عليهم إيرين إنه يوصلهم، فبيوافقوا وبيمشوا وراه وبيوصلوا المكان. وبيقول إيرين إنه عارف اختصار للطريق، وبيمشوا مع بعض وبيوصلوا المكان ضيق جدا، وبيمثل إيرين إنه وقع، فبتخاف البنتين جدا لحد ما إيرين بيضحك وبيقول لهم ينزلوا، فبيكونوا مترددين شويه لحد ما كريستين بتنزل وراه، وبيطلع ان البلو جون دي بحيره وسط الجبال، فبينزلوا كلهم يعوموا فيها وهم مبسوطين. وبعد كده بيتصوروا وبيعزموا إيرين على حفله هيعملوها بكره، وبيوافق انه يروحها وبيسيبهم وبيكمل رحلته. وبيبان على كريستين انها اعجبت بيه، وبيبدا إيرين انه يمشي ما بين الوديان الضيقه ويصورها، وبيجي في مكان بيكون محتاج انه ينزل فيه، ولما بينزل بيتزحلق وبيقع معاه حجر كبير وبيتزنق دراعه، وبيكون إيرين مش حاسس بالألم من كتر الأدرينالين، ولما بيحاول يطلع إيده بيفشل، وبيبدأ ينده على كريستي وميجان يمكن يسمعوه ويساعدوه، بس محدش بيسمعه. وبيكون مع إيرين إزازة مية واحدة، فبيشرب شوية منها علشان عارف إنه هيطول، وبيظبط ساعته وبيبدأ يطلع الحاجات اللي معاه في الشنطة، وبيكون معاه مقص، وبيحاول إنه يكسر شوية في الصخرة بس مش بيقدر يعمل حاجة، وبيقع منه المقص تحت رجليه، فبيحاول يتلفاه بايده بس بيكون بيتألم جدا من دراعه، فبيقلع جزمته وشرابه علشان يحاول يتلفاه، بس برضه بيفشل لحد ما بيلاقي خشبة وبيتنيها من قدام، وبيقدر يجيب المقص. وبتعدي الساعات على إيرين، وبيكون تعب من استخدام المقص في تكسير صخرة كبيرة، فبيطلع الحبل بتاعه وبيربطه في صخرة فوقيه وبيعلقه في الشورت بتاعه. وبيجي نص الليل وبيكون إيرين عطشان جدا، فبيشرب بحرص علشان المية تقضيه، وبيحاول إيرين ينام بس مش بيكون مرتاح بسبب الألم اللي في دراعه. وبيطلع عليه شروق الشمس، وبيشوف أشعة الشمس وهي بتنور المكان، وبيحس بنفس الدفى اللي كان بيحس بيه لما كان بيجي الصحراء مع أبوه. وبعد كده بيطلع الكاميرا بتاعته وبيبدأ يصور نفسه وبيحكي اللي حصل معاه، وإنه بقاله يوم محشور، وبيطلب من اللي هيلاقي الكاميرا إنه يوديها لأهله. وبيصور دراعه بعد ما بقى لونه أزرق علشان مفيش دم وصله، وفجأة بينزل عليه تراب، فبيحس إن في شخص موجود، وبيبدأ يطلب المساعدة بصوت عالي بس مش بيكون في حد موجود، وبينسى يقفل الكاميرا، فبيتفرج على نفسه وبيدمع على حاله، وبيقول لنفسه إنه ما يغماش عليه، وبيبدأ يلف الحبل على دراعه ورجله من البرد، وبيحط الشنطة على دماغه، وبيكون جعان جدا، فبيفتكر انه معاه اخر قطعه باتيه. وبعد كده بيبدا يهلوس، وبيفتكر انه في الحفله اللي كريستي عزمته عليها، وهو هناك مبسوط وبياكل وبيشرب كل حاجه، وبيفوق وبيشرب من الميه اللي معاه، ومش بيتبقى غير شويه ميه صغيرين، وبيقلع العدسات وبيحطها في بقه، وبيفتكر وهو بيلبسها علشان يروح البلو جون، وامه كانت بتكلمه بس هو مطنشها، فبيزعل جدا لانه ما كانش متصور انها كانت ممكن تكون اخر مره يسمع صوتها فيه. وبتكون معاه خريطه، بيفتكر لما كان بيصورها وابراهيم مديره في الشغل بيساله هو رايح فين، فبيقول له معرفش، وبيتمنى لو كان قال له على مكانه يمكن كان جه يدور عليه. وبينام وبيصحى تاني يوم بعد ما كان النمل بيمشي عليه، وبيلف الحبل على الصخرة وبيحاول يشيلها بس بتكون تقيلة جدا ومش بتتحرك، وبيكون عطشان جدا، فبيفتكر العصير اللي معاه في العربية وبيتخيل نفسه وهو بيشربه، وبعد كده بيشرب نقطة مية من اللي معاه، وبيطلع الكاميرا بتاعته وبيتكلم عن تفاصيل تالت يوم ليه وهو محشور في الصخرة، وإن الصخرة محتاجة ناس كتير علشان يقدروا يرفعوها، وإنه مش معاه غير شوية مية صغيرين بس هيخلوه يعيش لحد بكرة، وإنه بيلاحظ غراب بيعدي عليه كل يوم الساعة 8، وإن الساعة لما بتيجي 9 أشعة الشمس بتوصله لمدة 50 دقيقة، وبيقول إن جسمه بدأ يتأقلم على الوضع اللي هو فيه، وإن دراعه بقى ساند الصخرة كأنه جزء منها. وبيقرر إيرين إنه يقطع دراعه علشان كده مش هيعرف يستخدمه تاني، وبيطلع الحبل وبيربط دراعه كويس علشان الدم ما يوصلهوش، وبيبدأ يقطع دراعه بالمقص اللي معاه بس بيكون بيتألم، وبيقول إنه نسي السكينة بتاعته في العربية، وبينصح اللي هيشوف الفيديو إنه يجيب حاجات غالية ما يسترخصش عشان المواقف اللي زي دي. وبيكون إيرين سرحان، فبتقع منه ازازه الميه وبتتكب، فبيغمض عينه وهو حزين، وبيفتكر حبيبته السابقه بس بيفوق على صوت الرعد والمطر، وبيفرح جدا وبيشرب وبيعبي الجزازه بتاعته، بس الوضع بيتقلب والمكان اللي فيه إيرين بيغرق من السيول، بس بيقدر يحرك الصخره شويه وبيطلع منها دراعه،
وبيطلع من الوادي وبيركب عربيته وبيروح لبيت حبيبته وبيفضل يخبط عليها، بس هي مش بتكون سامعاه وبتسيبه وبترجع اوضتها. وبيفوق ايرين وهو بيعيط علشان طلع كل ده حلم. وبيعدي عليه اليوم الثالث وبيكون في اليوم الرابع وبيطلع الكاميرا بتاعته وهو بيفتكر انه في لقاء صحفي، وبيبدا يشكر كل الناس على دعمها ليه، وبيشكر ابوه وبيعتذر لامه علشان ما ردش عليه، وانه ندمان انه ما قالش لحد على مكانه، وانه بيحب اهله جدا. وبيقفل التصوير وبيقرر انه يطعن دراعه بالمقص، وبيحاول انه يكسر عظمه بيه بس مش بيقدر يستحمل وبيشيله تاني. وبيجي اليوم الخامس عليه وبيكون جعان وعطشان وبيضطر انه يشرب من مخلفاته، وبيحاول يكمل حفر في الصخره بالمقص اللي معاه بس بتبدا الهلاوس تظهر له. وبيفتكر يوم انفصاله عن حبيبته وبيشوف عيلته قدامه وهما بيتفرجوا عليه وهم ساكتين، وبيعتذر لاخته الصغيره انه مش هيكون عايش علشان يحضر فرحها. وبيلوم ايرين نفسه على كل حاجه عملها، وبيجيله انهيار عصبي وبيقول ان الصخره اللي حشرت دراعه كانت موجوده من بدري ومستنيه اليوم ده علشان تنتقم منه على كل اللي عمله. وبيعدي من فوق احصنه وبيعبي الدنيا كلها تراب، وبينزل على ايرين وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيشوف عيل صغير وهو ابنه اللي بيتخيله والدموع في عينه. وبيفوق ايرين وبكل عزيمه بيكسر دراعه وبيطلع المقص اللي معاه وبيبدا يقطع دراعه حته حته، ومش بيوقف علشان صوره ابنه اللي قدامه في خياله وانه لازم يوريه يعني ايه اراده. واخيرا بيقدر يقطع دراعه بعد 127 ساعه من العذاب، وبيبدا يلف دراعه بحبل واكياس علشان ما يفقدش دم غير اللي فقده. وبيتحرك بعيد عن الصخره وبيصورها بالكاميرا التانية بتاعت الصور، وبيبص في السماء وبيشكر ربنا انه نجا. وبيطلع بره وبيلاقي نفسه على مكان عالي وبيشوف الوادي اللي كان فيه، وبيبص تحته وبيلاقي بركة مية، وكمان بيلاقي مسامير حد كان دجاجها، فبيبوس المسامير وبيربط نفسه بيهم وبينزل لتحت في بركة المية وبيبدأ يشرب منها لحد ما يرتوي. وبيتحرك وبيمشي كتير في الوديان الصحراوية، وكل ما بيقع بيقوم وبيكمل علشان مصمم انه يعيش لحد لما بيقابل اب وام ومعاهم ابنهم في رحلة استكشاف، بس مش بيقدر ينده عليهم فبيصرخ علشان يساعدوه وبياخدوا بالهم منه وبيقولوا بيدوله ميه نظيفه علشان يشربها. وبياخدوه لصاحبهم بعد ما طلب هليكوبتر اسعاف لايرين. وبعد ما بيخف ايرين بيبقى مشهور جدا والناس كلها بتعمل لقاءات معاه. وبعد 3 سنين بيتجوز واحده اسمها جيسيكا وبيخلف منها ولد اسمه لوي. وبالرغم من كل اللي حصل له الا انه بقى مغامر وبيتسلق الجبال وبيكتشف اماكن جديده، بس في كل مره بيكون معرف اهله هو هيروح فين علشان يتعلم من اخطائه. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه. كان معكم محمد نوب.